ازيكم يا شبابنا، عاملين ايه وايه اخباركم؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة اينشتاين في العلوم. شباب وبنات اولى اعدادي، عاملين ايه وايه اخباركم؟ هنبتدي النهاردة ان شاء الله نتكلم عن العدد الذري والعدد الكتلي والفروقات ما بينهم، وهنحطهم كمان مع بعض علشان خاطر نبقى مفرقين بينهم. بس قبل ما نشتغل في العدد الذري والعدد الكتلي، انا عايز اوضح لك حاجة مهمة، ان اهم حاجه في العدد الذري والعدد الكتلي مش ان انت تبقى عارف فين العدد الذري وفين العدد الكتلي، لا، ان انت تستخدمهم في حل المسائل. يعني التركايه في خمسايه اللي جايه مهمه جدا جدا جدا، ان انت تبقى حاضر تركايه في خمسايه ديت. خلاص كده، فهنبتدي ونقول مع بعض بسم الله. طيب، فركز علشان ديت هتدخل في مسائل. طيب، هنيجي نتكلم ونقول ان انت عندك حاجه اسمها العدد الذري. العدد الذري دوت بنرمز له بالحرف زد. ماشي. وعندك هنا حاجة اسمها العدد الكتلي. العدد الكتلي كده كده هنرمز له بالحرف ايه. ماشي. العدد الذري، لو انا مثلا عندي مثلا حاجة مثلا زي الألمنيوم Al، العدد الذري يتكتب فين؟ العدد الذري يتكتب تحت هنا، أسفل يسار العنصر. بنكتب هنا كام؟ ال 13 اللي هي العدد الذري. خلاص. طيب، العدد الذري دي بقى ممكن نقول عليها ايه؟ ممكن نقول عليها ان هي الزد. صح. طب ايه رأيك ان احنا ممكن نقول عليها ان هي الاي؟ طب ايه رأيك ان احنا ممكن نقول عليها ان هي البي؟ ايه ده مستر؟ يعني انت عايز تقول لي ان الزد بتساوي الاي بتساوي البي؟ اه، انا عايز اقول لك كده. هو ده. يبقى ده كده اول قانون ممكن نطلع بيه في الحتة دي. خلاص كده، يعني انا لو اديتك الزد كأني اديتك الاي، كأني اديتك البي. كويس كده؟ جميل. طب في نفس الألمونيوم، لو انا جيت قلت لك ادي الألمونيوم Al، بس كتبت فوق بقى، هكتب فوق كام؟ هكتب فوق 27 اللي هو العدد الكتلي. هقول لك ثانية واحدة، هو ده ايه؟ ده العدد الكتلي. صدقني ينفع حاجتين على فكرة. ينفع العدد اللي فوق دوت يبقى العدد الكتلي، صح؟ وينفع يبقى عبارة عن البي زائد الان، عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. طيب، بمعنى ان انا ممكن اقول لك ان العدد الكتلي بيساوي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. ادي ده كده قانون تاني. طب ينفع اقول لك حاجه كمان؟ ينفع اقول لك ان النيوترونات هي عباره عن العدد اللي فوق ناقص العدد اللي تحت. دي معلومه على فكره، انا عايزك تبقى عارفها عشان هنحل بيها مسائل كتير. يعني عدد النيوترونات بيساوي A ناقص الزد، او N بتساوي A برضو ناقص البي. ما هي الزد هي البي، خلاص، هي الاي. ما هو الزد هي البي هي الاي، اشيل اي واحده منهم احط اي واحده. ما هو لو دي مثلا ب 13 يبقى دي ب 13، يبقى دي ب 13. ما هي الزد هي الاي هي البي، الزد هي الاي هي البي. فانا لو شلت الزد حطيت البي ما حدش يقول لي حاجه، شلت البي حطيت الاي ما حدش يقول لي حاجه. فالان هو العدد اللي فوق ناقص العدد اللي تحت. يعني لو انا عندي مثلا سي 6 12، عايز اجيب عدد البروتونات يبقى كام؟ يبقى 6. طب عايز اجيب عدد الالكترونات يبقى مين؟ يبقى 6. عايز اجيب العدد الذري يبقى كام؟ ما هو يا حبيبي هيبقى 6، ما هو الثلاثه زي بعض. طب لو انا عايز اجيب العدد الكتلي يبقى كام؟ يبقى 12. طب لو انا عايز اجيب عدد النيوترونات، عارف هيبقى كام؟ هيبقى 6. ايه ده مستر؟ يعني عدد النيوترونات بيساوي البي والاي والزد؟ حبيبي لا، الستة دي بقى ناتج طرح ال 12 من الايه؟ من الستة، تطلع ب6. يبقى النيوترونات هو طرح اللي فوق ناقص اللي تحت، 12 ناقص 6. تمام كده يا شباب؟ بس كده، ده العدد الذري وده العدد الكتلي. فلما اجي اقول لك العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبه، ما هو صح. عدد الالكترونات السالبه، ما هو صح. تمام. لما اجي اقول لك ان العدد الكتلي ده
هو مجموع اعداد البروتونات والنيوترونات اللي موجودين جوه النواه. بس ايه يا مستر اللي جوه النواه دي يا حبيبي؟ ما هو النواه لما كنا بنرسمها رسمنا جواها بي وان، بروتونات ونيوترونات. فهي حاصل مجموع البروتونات والنيوترونات اللي موجودين جوه النواه. ولو انا عايز اجيب عدد النيوترونات بطرح اللي فوق ناقص اللي تحت، 12 ناقص 6. لو انا مثلا عايز اتكلم مثلا عن الالومنيوم ال مثلا 13 تحت وفوق 27، عايز اجيب عدد النيوترونات اعمل ايه؟ اطرح لي اللي فوق 27 ناقص 13 هتطلع كام؟ تطلع 14. بس كده خلاص تمام، ومن غير تمييز، ما فيهاش تمييز. خلاص كده يا شباب، بس كده. وشكرا لكم جدا يا شبابنا على حسن الاستماع. نتمنى تدعمونا باللايك، ارزع اللايك المتين حالا بالا فعلا، وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وسي يو ليتر يا شبابنا، و جود باي.